إذا كان عندهم أبناء ولا ما عندهمش، ولا إذا كان تراضوا على إجراء جلسة صلحية واحدة. علاش؟ لأنه المبدأ العام في الطلاق أنه الطلاق هو فك عصمة الزواج، لكن بشروط. أهم هذه الشروط هي المحاولة الصلحية الوجوبية. المحاولة الصلحية الوجوبية وقت حتى المشرع التونسي كانت الغاية منها هي درء المشاكل اللي موجودة ومحاولة إرجاع العائلة إلى ما كانت عليه قبل فكرة الطلاق. لكن في ظل 2025، في ظل تزايد أعداد الطلاق، في ظل أنه المحاولة الصلحية تقعد دقائق معينة، في ظل أنه القاضي تلقى عنده مئات الملفات في جلسة واحدة صلحية، فإنه مآل الصلح ما عادش كما تصور المشرع وقت اللي حط مؤسسة الصلح في مادة الطلاق. اليوم يظهر لي أنه بعيدا على أثار الطلاق ينحيوها لا هما قالوا يحسنوا ظروفها. هما ماشيين في التوجه نتاع المجلس الوزاري في انتظار كيفية صياغة القانون وآلياته وتطبيقاته، إلى أنه موفق الأسري هذا الاسم اللي يتحط أنه باش يمشي في إطار التوفيق وفي إطار حسب ما فهمنا مزيد بذل العناية والوقت والجهد والتخصيص لغاية أنه الناس في المحاولة الصلحية تكون محاولة صلحية جدية حقيقة بواسطة القضاء.